يسعد أوقاتكم جميعا وأهلا وسهلا فيكم اليوم فيديو جديد. خبرتكم أول القناة إن القناة عبارة عن يوميات، وأغلب الفيديوهات رح تكون عن الطبخ. اليوم رح يكون أول فيديو عن الروتين التسوق. بتمنى ترافقونا نتسوق مع بعض، إنه روتين كل ست بيت وعائلة. أخدت عرباي ورح نفوت سوا على المول. هذا المول طبعا كتير كبير وله أفرع كتير، اسمه مول كوسكو. فيه بضاعة كتير نظيفة. أنا بحب كل فترة وفترة أجي أخد منه الأغراض لأنه فيه دائما زحمة، والمولات اللي فيها زحمة دائما بتكون إنه بضاعتها متجددة بشكل مستمر. لهيك بحب أجي دائما أخد أغراضي كل فترة وفترة، باخد اللي ناقصني. أنا اليوم جاي أخد كم غرض، ما كتير ناقصني أغراض. أحيانا بجي كل شهر باخد عن الشهر كله أغراض. هاي أخدت حليب، وبما إنه عم نتسوق أنا وياكم سوا رح أعملكن لفة بالمول. وطبعا هذا المول فيه ملابس بقلبه، فيه إلكترونيات، فيه مجوهرات، فيه كتير أشياء، فيه أساس للبيت، وأسعاره كتير مناسبة على عبرة الأسعار اللي برا. يعني هو بينعد أرخص من الأسعار اللي برا. وهلأ اجينا على قسم البراد. بهذا المول الأشياء اللي محتاجة للتبريد بحطوها بقسمين: براد للخضروات اللي بتخرب بحطوها بقسم هذا اللي هلأ فتنا أنا وياكم عليه، والقسم التاني بيكون براد كمان حاطين فيه الحليب ومشتقاتهم واللبن. هذا القسم بس للخضروات، قسم البراد للخضروات. هذا في خضروات برا بس ما محتاجة تبريد. هاي الخضروات اللي محتاجة تبريد هون. وهلأ رح اخد توم. هذا التوم المقشر نفس سعر الما مقشر، انا بحب اخده لانه كمية وفيرة، ويعني بيستهلك وقت للتقشير، فهذا بيغنيني عن الوقت وبستفيد منه كتير، وبنفس السعر هو بيكون. وهي اخدنا فطر. بهذا المول يعني الخضرة، الأساس، الإلكترونيات كلها بتكون من أفضل جودة. وفي عندهم ميزة، مثلا أنت استخدمت الإلكترونيات أو الأساس وطلعت فيها أي عطل أو أي تخريب، بترجعوا بتاخد السعر. حتى لو بعد مثلا فترة زمنية شهر شهرين بترجعوا، بيرجعوا لك المبلغ كامل. بما انكم معاي وعم نتسوق سوا، حابة احكي لكم عن موقف صار معي. برحلة كل انسان برحلة حياته بيكون في نقطة ضوء، شخص بيلمس بكلمة او بموقف قلبنا. وانا كان عندي حظ كبير كتير اني التقيت بانسان راقي عنده قناة ملهمة، شجعتني من قلبها ووقفت معي وخلتني اؤمن انه يعني بقدر. انا ما كان عندي يعني اي فكرة اني افتح قناة او حابة، ما كان عندي يعني ابدا هاي الفكرة. وهي متواضعة كتير. التواضع فيها ما مجرد سمة، لا، كان درس قدمت لي إياه، ووجودها كان أحلى هدية. هي المدام دلال حناوي. مدام دلال حناوي بحب أقدم لك كل الشكر والتقدير والامتنان لأخلاقك، لمحبتك، لإعطائك بكل حب، وكل الشكر والتقدير والاحترام لحضرتك. وهلأ اجينا على قسم البراد التاني اللي هو للحليب ومشتقاته والبيض. وفيه جبنة وفيه لحمة، فيه أشكال كتير وأصناف متعددة.
وهذا المول يعني بشجع الواحد يجي يشتري، نظافته، نظافة المكان، نظافة البضاعة نفسها، بحبب الواحد يجي يشتري. وهي صدورة الدجاج. وهون في كراتين تفخات، كراتين دجاج كامل للي عندهم محلات. وإجينا هلأ على قسم الخبز والمعجنات، وهيك خلصنا، رح نحاسب. هذا كان فيديو اليوم، إن شاء الله تكونوا حبيتوا الوقت اللي قضيناه مع بعض ونحن عم نتسوق. ولا تنسوا اللايك والاشتراك، وبشوفكم فيديو جديد.